لما اقول لك اللي قدامك ده من اكبر المساجد في مصر لازم تصدقني، لان انا فعلا مشوار كبير جدا، حاجة عملاقة، حاجة مذهلة. الحمامات بتوصل لها بأسانسير سلام متحركة، أنا آسف. كمان سلالم عملاقة ضخمة جدا جدا تطلعك لحد فوق، حاجة مذهلة من جوه. دخلت صليت الجمعة النهاردة من داخل مسجد مصر هنا في العاصمة الإدارية، وده طبعا ما كانش هيتحقق إلا عن طريق المونوريل واللي احنا ركبناه، وده الخط بتاعه زي ما حضراتكم شايفين اهو. اهو دلوقتي هو بيتحرك قدامنا، ودي المحطة بتاعته. مش عارف هي باينة ولا لأ، ولكن صلينا النهاردة، ودي كانت من ضمن الحاجات الحلوة اللي أنا يعني عشت أجواءها هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. ويعني حلم من ضمن الأحلام أو استكشاف جديد. الواحد طبعا بيسمع عن العاصمة الجديدة، ولكن بقى إن أنت تيجي بقى وتعيش الأجواء دي اتوفرت. يعني وطبعا أنا جيت في اللي هي المرحلة التجريبية المجانية في المونوريل. مش هقول لك ان احنا دافعين فلوس في المونوريل، ولكن بعد كده طبعا هيبقى فيه فلوس بداية من بكرة السبت. لكن اجواءها عالمية. هنا في العاصمة الإدارية لاندسكيب شكله مذهل. كمان المسجد من جوه عملاق. من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي قوي جوه هي وجود الشيخ أحمد محمد علي، اللي هو كان بتاع دولة تلاوة، التواشيح وإنشاد مذهل. كمان بصوا، من ضمن برضه الحاجات الحلوة هي وجود جولف كار بياخد الجمهور كبار السن يعني، ولكن انت كشاب لا، كمل مشوار طبعا كبير شويتين. انا طبعا انا عامل الزاوية الصغيرة فتبان هي صغير، انما هو لما بتقرب بقى لا، حاجة مذهلة جدا، حاجة عملاقة من جوه. وطبعا مسافات ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يعني يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظ اهلها. التمشية تقريبا حوالي هنقول 10 دقايق من محطة المونوريل لحد أول المسجد، وبعد كده بقى في 10 دقايق تانيين أو أكتر على ما توصل لحد المصلى. المصلى عملاق. لو انت ناوي انك تيجي لا، تعالى بدري يعني انت هتدفع اللي هو قيمة التيكت بتاع المونوريل بجد مستريح، انت مش عايز تروح. ولكن هضطر امشي عشان خلاص احنا بنتكلم في خلاص الساعة بقى داخلة على 3 ونلحق نرجع. سلام.